هرد بس على كام نقطة كده في الفيديو اللي فات، أثيره شوية. يعني إيه مصر للمصريين؟ مصر للمصريين يعني مصر بلا لاجئين. مصر بلا 31 مليون لاجئ، منهم 8 مليون و200 ألف سوداني، ومنهم 5 مليون 650 ألف سوري، منهم 2 مليون يمني و2 مليون عراقي. كفاية قوي قوي قوي. طيب الناس دي كلها لو هم أصلا رجال أعمال مستثمرين كان زماننا في القمر دلوقتي. الناس دي كلها عايشة على الدعم، بياخدوا دعم زي المصري بالظبط. أنا أول مرة أشوفها في حياتي بصراحة في أي دولة في العالم. حاجة تانية، موضوع مصر للمصريين، احنا مالناش دخل بالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية، الفلسطينيين بيشتغلوا في الحكومة الإسرائيلية، وممكن نرفق لكم فيديو دلوقتي تشوفوا بعض القيادات منهم بيأدوا التحية للعالم الإسرائيلي. كفاية قوي عينا لحد كده، مالناش دخل. التعامل مع كل الدول بالمثل. أنا هجذب الاستثمارات الإسرائيلية كلها لمصر واليهودية لمصر. أنا يهمني رفاهية الإنسان المصري فقط. افهموها. حكاية إن أنا جاي في 2024 ده خلاص شور رئيس لمصر 2024، احنا جايين بنظام تاني خالص.